فيلم النهارده بيحكي عن شاب طموح وموهوب بالفنون القتالية دخل في مشاكل كبيرة مع عصابة مافيا وحارب أخطر مقاتلين الشوارع من أجل حماية عيلته. وبدون ما أطول عليكم يلا نستمتع. قصتنا بتبدأ في حلبة لقتال الشوارع مع مقاتل عملاق اسمه كيس، وكيس مسك خصمه طحنه بدون رحمة قدام كل الجمهور. ولما القتال خلص فدومس مدير أعماله قال للصحافة إن كيس أقوى مقاتل شوارع في مدينة شيكاغو كلها ومستحيل أي حد يقدر يقف قدامه. وبعد كده دومس قابل جون، وجون يبقى رئيس عصابة مافيا كبيرة جدا وبيحب الرهانات على قتالات الشوارع، ولكن جون كان دايما بيخسر لان كيس مقاتل قوي ومالوش مثيل. فجون قال لأتباعه ان هو لازم يدور على مقاتل قوي جدا يقدر يخلص عليه بأي طريقة ممكنة. ومن هنا بتنتقل بينا الأحداث للشاب جيري، وجيري يبقى شاب متهور وبيحب المغامرة وبيتسلق على الأعمدة علشان يتمرن عليها ويظهر مهارته ولياقته البدنية لصديقته نانسي اللي كانت خايفة عليه علشان ممكن يقع، ولكنها في نفس الوقت كانت معجبة بيه وبقوته. ومن هنا جيري نزل من على عمودة الكهرباء بسلام وانطلق هو ونانسي علشان يزور والده. ومن هنا بنقابل كوان، وكوان يبقى والد جيري بس كان عنده مطعم ناجح بمدينة شيكاغو وبيكون في عصابة مافيا خطيرة جدا بتحاول تاخد منه فلوس. وطبعا كوان رفض طلبهم، فالمجرمين هددوه وقالوا له لو ما جبتش الفلوس المرة الجاية فهنخلص عليك زي الكلب. ولما جيري رجع للمطعم فاتفاجئ ان والده متبهدل تماما، ولما سأل والده على اللي حصل فكوان قال له ان في مجرمين هجموا عليه ومسحوا بكرامته الارض وبسبب انهم اقوياء معرفش يتصدى ليهم. فجيري يتعصب وجري وراهم علشان ينتقم لوالده وياخد حقه. وفي البداية المجرمين استهتروا بجيري ولكنهم ما يعرفوش ان هو مقاتل قوي جدا وملوش اي حل ومستحيل يسامح اي حد يقرب من والده ويمس شعرة واحدة منه، واستجمع قوته زي الوحش الكاسر وهاجمهم بحركات سريعة جدا لانه مقاتل قوي. وجيري كان موهوب جدا لانه اتدرب تحت ايد عمه على الكونج فو. ومهما المجرمين حاولوا يمسكوا جيري فاتفادى هجماتهم بمهارة عالية جدا، ده غير ان هو قاعد يتريق عليهم وهزمهم بحركاته البهلوانية المتميزة وقدراته الخرافية بالكونج فو وفنون الدفاع عن النفس. وجيري اتحرك بسرعة البرق وضربهم بقوة الأسد واستخدم أساليب قتال سرية ومسك المجرمين طحنهم مع انهم كانوا اكتر منه في العدد وخلاهم يجروا زي الكلاب. وكوان والد جيري كان متضايق منه وقال له كل اللي بتعرفه في حياتك هو القتال وبس، ولكنك في الحقيقة فاشل في الدراسة وليه ما تبقاش زي اخواتك، واحد منهم دكتور والتاني محامي. وبسبب القتال ده عصابة المافيا هترجع من جديد علشان ينتقموا لانهم مش هيسيبوا حقهم ابدا. فجيري قال انا بحب الفنون القتالية والكونج فو وما بحبش المذاكرة والدراسة. وفي النهاية جيري اتصالح مع والده لانه عارف ان هو عاوز الاحسن ليه مش اكتر، واستأذن منه علشان يروح لعمه هاربت ويبدأ يتدرب معاه. ومن هنا جيري قابل عمه وعمه بدأ يتدرب معاه ورماه بكرة البيسبول بسرعة الصاروخ علشان يختبر قوة الانتباه وسرعة البديهة عنده، ولكن جيري تفادى كل الكور علشان لياقته البدنية عالية جدا وملهاش حل. وبعد كده عمه هربت اخد عصاية القتال علشان يقربجوا بيها بشراسة. وفي بداية القتال جيري بذل اقصى مجهود عنده وتفادى كل ضربات عمه، ولكن مع الوقت عمه هربت اتفوق عليه وغلبه في القتال وجلده باستخدام العصاية. فجيري معرفش يتصرف ازاي، وفي اللحظة دي هربت قال له انا هدربك على اصعب مستوى ممكن تتدرب عليه علشان تبقى واحد من اقوى المقاتلين في العالم كله ومفيش اي حد يقدر يهزمك. فجيري شكر عمه لانه بعلمه اسرار الكونج فو وفنون القتال. وفي الوقت ده المجرمين اللي جيري مسكهم طحنهم ومسح بيهم الارض نقلوا الخبر لرئيس العصابة جون. ومن هنا جون جات له فكرة ذكية جدا وقال لأتباعه يقبضوا على جيري علشان يخليه يقاتل في نزالات الشوارع ضد المقاتل الشرس كيس واستغل مهارته العالية في الفنون القتالية. وتاني يوم فجيري دخل في مسابقة لعجلات التزلج مقابل جايزة مالية قدرها 25,000 دولار. وقبل ما السباق يبدأ فأفراد العصابة طلبوا من المتسابقين يطحنوا جيري علشان يخسر الجايزة. وفعلا السباق بدأ والمتسابقين التانيين خبطوا في جيري وحاولوا يكسروه، ولكنه تفادى ضرباتهم بمهارة عالية جدا وقدر يسبقهم بطريقة متميزة.
ولكن فجأة ظهر شخص زي الشبح وبيكون معاه خرطوم مية وفضل يرش على جيري علشان يخسر، بس جيري تفادى كل حاجة بصعوبة وقام من جديد زي البطل الخارق. بس فجأة بدأ ان هو يتخانق مع المتسابقين بشراسة رهيبة وسط الجمهور، وطبعا الجمهور حبوا القتال ما بينهم وفضلوا يشجعوهم لحد ما المقاتل الأسطوري جيري حاربهم ودمرهم كلهم وكسب السباق لأنه محترف بالفنون القتالية وذكي جدا. وبعد ما جيري كسب السباق فاحتفل مع أصدقائه ورجع لسيارته الخاصة مع صديقته نانسي علشان يروح للبيت. ولما صاحب جيري كان ماشي في طريقه فالعصابة ظهرت زي الأشباح وهجموا عليه، وهدف العصابة إنهم يأذوا صديق جيري علشان يستدرجوه ويقاتل تحت إيديهم في نزلات الشوارع علشان يكسبوا من وراه فلوس ملهاش حدود. وتاني يوم جيري زار أخوه الدكتور في العيادة بتاعته وبلغه إن هو كسب 25,000 دولار من سباق التزلج، ولكن في واحد من الناس قال لهم إن في شخص مصاب وقرب يموت لو محدش لحقه. فجيري وأخوه اتحركوا بأقصى سرعتهم، ولكن أول لما شافوا الشخص المصاب ده فجيري اتفاجئ إن هو صاحبه، ومن هنا عرف إن العصابة عايزة تبدأ الحرب معاه. وبعد فترة قصيرة فجيري وصل له تليفون من العصابة وقالوا له إحنا اللي ضربنا صاحبك، ولو أنت راجل وعاوز تاخد حقك فقابلنا عند مسرح المدينة. ولأن جيري شاب متهور وقلبه ميت فوقع في الفخ وراح لمسرح المدينة لوحده. ومن هنا ظهر 2 مقاتلين أمريكان وبدأوا يهجموا عليه بمهارة عالية جدا. ووقت ما جيري كان بيقاتل فجأة ظهر جون رئيس العصابة وقعد يتفرج عليه وعلى مهاراته الخرافية في الفنون القتالية. أما جيري فقدر يتصدى لأعدائه بقوة رهيبة مع إنهم كانوا أكتر منه في العدد، ومسكهم ظبطهم وعلمهم الأدب. ولما جيري كسب القتال فاكتشف إن جون اختفى من المكان وما كانش فاهم هو إيه اللي بيحصل بالظبط. وفي يوم من الأيام فجيري قعد يتكلم مع والده بسلام، ومن هنا والده قال له إن الفنون القتالية مش هتكسبك أي فلوس وممكن تبقى فقير ووحيد زي عمك هربط. ولكن جيري قال له إن الفنون القتالية دي بتساعدني أدافع عن نفسي علشان أقدر أتصدى لكل الأشرار. ولما جيري كان بيتكلم مع والده فجأة أخوه الدكتور ظهر وقال له إن هو عنده عملية مهمة جدا ممكن تغير العالم ومش هيقدر إن هو يقابل خطيبته ماي اللي جاية تزوره النهاردة. فجيري قال له عنك يا أخويا أنا هروح وهقابلها مكانك. وبالفعل جيري أجر تاكسي وانطلق لمحطة قطار شيكاغو، والمفاجأة إن سواق التاكسي طلع شغال جاسوس مع جون وبلغه بمكان جيري. وفي الوقت ده جيري استقبل خطيبة أخوه وكانت فرحانة جدا لأنها أول مرة توصل لأمريكا. ولكن فجأة وبدون سابق إنذار في حرامي خطف الشنطة بتاعتها، فجيري جري وراه بأقصى سرعته وفي النهاية قدر ياخد الشنطة من المجرم. ولما رجع لخطيبة أخوه فاكتشف إنها اختفت ومش باين لها أي أثر. ومن هنا في واحد من المجرمين قال له إحنا اللي خطفناها ولو عاوز ترجعها فلازم تقابل جون رئيس العصابة. ولما جيري قابله فجون قال له أنت لازم تقاتل كيس أضخم مقاتل شوارع في العالم، ولو كسبت هنرجع لك خطيبة أخوك بأمان. فجيري وافق بس بشرط واحد بس، إنه لو كسب القتال فجون وعصابته هيسيبوه هو وعيلته في حالهم ومفيش أي حد هيتعرض لهم من تاني. وبعد كده جيري استغل إن أخوه ما شافش خطيبته من فترة طويلة وأجر بنت صينية تشبهها تماما وخلاها تقابل أخوه وتمثل إنها تبقى خطيبته لحد لما يرجع خطيبته الحقيقية. وفي اللحظة دي فجيري قعد مع عمه وصديقته نانسي علشان يفكروا في طريقة يرجعوا بيها خطيبة أخوه في أسرع وقت ممكن. وبالليل جيري وعمه اتسللوا بمهارة لداخل بيت جون، ولما دخلوا البيت فاتفاجئوا بواحد من المجرمين موجود في طريقهم، ولكن عم جيري فقدر يخلص عليه في ثواني معدودة. وبعد كده ظهر بقية أفراد العصابة وحاصروهم من كل اتجاه. فجيري وعمه استخدموا مهارتهم العالية في الكونغ فو ومسكوهم طحنوهم واحد ورا واحد زي الكلاب. ولكن فجأة جون ظهر واتضح ان هو كان عارف من البداية ان جيري هيهجم عليه في بيته. ومن هنا جون قال له ان مفيش اي طريقة ترجع بيها خطيبة اخوك غير انك تفوز بالقتال، ولو حاولت تهاجمني من تاني فهقتلها بدون اي رحمة. وتاني يوم جيري بدأ يتمرن بعزم واصرار علشان يتغلب على كيس اضخم مقاتل شوارع في امريكا ويرجع خطيبة اخوه المسكينة من الخطف. وعم جيري اعطى بعض النصايح المهمة في التمرين وبدأ في تدريبه بصعوبة عالية جدا علشان يوصل لأقوى مستوى من اللياقة البدنية. وفي يوم من الأيام عم جيري اختبره وهجم عليه بالعصاية من أجل اختبار سرعته،
ولكن جيري تفاداه بمهارة عالية جدا وغلبه في القتال، وبكده جيري بقى جاهز اخيرا علشان يلعب الماتش ضد كيس مقاتل الشوارع العملاق. وبالفعل البطولة اتنظمت ومئات الجماهير الامريكان حضروا البطولة، وجيري كان معاه مقاتلين ضخام جدا من جميع انحاء العالم، وكلهم جايين يتنافسوا في البطولة لان الجائزة المالية قدرها $50,000. ومن هنا المذيع قدمهم للجمهور على حسب تخصص كل متسابق، وجميع المقاتلين طلعوا محترفين في تكسير العظام. ومن هنا القتال الاول بدأ، وكان ما بين كيس والمقاتل جيكي. وفي البداية كيس استغل قوته الرهيبة ودمر خصمه بدون اي رحمة، ومسكه كسره زي المكسرات قدام كل الجمهور. وبالفعل كيس كسب المواجهة. اما تاني ماتش فكان ما بين جيري ومقاتل امريكي عملاق وضخم جدا. وفي بداية القتال خصم جيري هجم عليه بشراسة واستخدم حجمه الكبير، وبسبب حجم جيري الصغير فالمقاتل الضخم ده افتكره خصم سهل ومش هيقدر يقف في طريقه، ولكن جيري قدر يتفاداه بمهارة وسرعة عالية جدا. بس فجأة خصم جيري رجع لجيري بالعربية وكان عاوز يقتله، ولكن من حسن الحظ جيري قدر ينجو بحياته واستغل الفرصة المناسبة وهجم على خصمه بذكاء حاد، وقدر ان هو يكسب القتال بصعوبة شديدة. وفي الوقت ده الصحافة كلموا جيري وكانوا منبهرين بمهارته الأسطورية بالفنون القتالية لأنه تغلب على مقاتل ضخم جدا رغم حجمه المتوسط. فجيري قال للصحافة إن هو هيفوز على كيس علشان يسلم الجائزة المالية لوالده وأخوه علشان بيحبهم بشدة. أما رئيس العصابة جون فحس بسعادة كبيرة لأنه حط كل رهاناته على المقاتل جيري، وقدر إن هو يكسب قدر ضخم جدا من الفلوس. وبالليل الجولة التانية بدأت، وجيري هيلاعب مقاتل فتاك من صربيا. وفي بداية المباراة فجيري هجم بكل قوته ولكن بدون أي فايدة لأن خصمه ما كانش بيتأثر بالضربات، كأن جسمه مصنوع من الحديد. ده غير إن خصمه كان قوي وخطير جدا وبيستخدم أساليب شرسة في القتال. والفرصة الوحيدة اللي ممكن تكسب جيري إن هو يركز كل ضرباته على دماغ الخصم بتاعه علشان يدمرها. وفي النهاية جيري استغل نقطة ضعف خصمه وفاز بالماتش وتأهل للنهائي. وفي الوقت ده عيلة جيري سمعوا خبر فوزه في الراديو فحسوا بسعادة كبيرة. وللأسف بعد القتال فأتباع كيس استخبوا في أوضة عم جيري وغفلوه في الخفاء وأخدوه رهينة. وتاني يوم الصبح في رسالة وصلت لنانسي صديقة جيري، والرسالة دي كانت من أتباع كيس وقالوا لجيري لو كسبت القتال النهاردة فعمك هيموت. فجيري خاف على عمه وقرر ان هو يخسر القتال في حزن شديد. وبالفعل اول ما الماتش ما بين جيري وكيس بدأ فجيري كان بيقاتل بضعف وكان بيحاول يضيع وقت لانه قلقان على عمه. ده غير ان خطيبة اخوه لسه مخطوفة، ومن هنا الضغوطات اتكترت عليه من كل اتجاه وما بقاش عارف يتصرف ازاي في الموقف ده. فقعد يجري من كيس وسط الجماهير وفضل يتفادى ضرباته بكل الطرق، ولكن كيس ما سابوش في حاله وطلع يجري وراه زي الاسد المفترس وهجم عليه بشراسة عالية جدا. وفي الوقت ده عم جيري استغل ان المجرمين بيتفرجوا على القتال وغفلهم زي ما غفلوه وهرب منهم في سرية تامة. ومن هنا المجرمين حاولوا يمسكوا عم جيري ولكنه كان سريع زي الصاروخ وقوي جدا زي الوحش، وقدر ان هو يطلع لأعلى المبنى ونادى على جيري بأعلى صوت وطمنه ان هو بخير. ولما جيري عرف ان عمه بأمان فاسترجع قوته من جديد ورجع للقتال وكان غضبان جدا. وجيري مسك كيس طحنه وهزقه قدام الناس كلها، فكيس هرب منه وراح لمبنى مهجور. ولما جيري دخل وراه فاتفاجئ ان في مجموعة من المجرمين عاملين له فخ مميت، ومع ان المجرمين كانوا اكتر منه في العدد وحاصروه من كل اتجاه الا ان جيري كان ماهر جدا بالكونج فو الصيني، يعني محدش يقدر عليه لانه اتعلم الاساليب السرية على ايد عم هربط. وفي النهاية قدر يطحنهم واحد ورا واحد، وبعد كده خرج من المبنى المهجور ورجع لقتاله مع المقاتل كيس. ومن هنا جيري قاتل باقصى قوته وطحن كيس قدام الناس كلها وهزمه في القتال بسهولة تامة. وفي النهاية جيري كسب البطولة وانقذ خطيبة اخوه من العصابة. ده غير ان هو فاز $50,000 واصبح واحد من اقوى المقاتلين في العالم وامريكا كلها. ومن هنا بيخلص فيلمنا. انا مينا اسحاق. فلو عجبك الفيلم ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات النهارية، وما تنساش تعمل متابعة على صفحة الفيسبوك علشان تقول لنا على الافلام اللي تحب نلخصها لك. اشوفك الفيلم الجاي يا صديقي، يلا سلام.